أهلا بيكم في رمية تماس، المكان اللي بنعدي منه كل خطوط التماس في عالم الكورة، من الأخبار السخنة لأقوى التحليلات، ومن الكواليس للترندات. هنا هتلاقي كل حاجة تخص المستطيل الأخضر، بنقدمها ليك بلهجة بسيطة دمها خفيف وبمعلومة تسكن في دماغك. جهز نفسك عشان صفرة البداية لسه ما رنتش. فاكرين أشرف داري المدافع المغربي اللي كان بيلعب في الأهلي؟ الناس كلها كانت بتقول خلاص راجع المغرب وتحديداً على نهضة بركان. بس فجأة الموقع المغربي راديو مارس خرج وقال لا يا جماعة، نهضة بركان قال شكراً، احنا قفلنا باب المفاوضات وداري بقى بره الحسابات خالص. الراجل لعب 19 ماتش مع الأهلي واخد 3 إنذارات، بس واضح إن العودة للمغرب مش دلوقتي. وفي وسط الأخبار دي فجر رضا سليم المفاجأة، طالع في إذاعة أون سبورت اف ام وقال لك أنا ماشي من الأهلي، رايح على إعارة لمدة سنة للجيش الملكي المغربي، وفي احتمال يشتروه بعد كده بشكل نهائي. الأهلي قرر يتحمل جزء من مرتبه عشان يتمموا الصفقة، يعني العملية كانت ماشية بسلاسة والوداع كان من غير مشاكل. آدم ناس اللاعب الجزائري المعروف طلع اسمه في الساحة وقالوا الزمالك بيفاوضوا بعد ما خلص عقده مع السد القطري، بس وكيله روي ألفيس خرج وقالها بصراحة، ولا الزمالك ولا أي نادي مصري كلمنا، إحنا بنفكر في حاجات تانية خالص. آدم عنده 28 سنة وفي عز فورمته، والدوري المصري مش في الخطة حاليا، يمكن بعدين بس مش دلوقتي. أحمد شوبير طلع وحكى حكايات من جوه النادي الأهلي، قال لك إليو ديانج مفيش عنده أي مشكلة في التجديد، بس الراجل حاسس إنه اتظلم سنتين، واحدة قاعد احتياطي والتانية لما راح السعودية واتلخبطت أموره ومحدش ندهله المنتخب. دلوقتي هو بس عايز يحس إن ليه مكان واضح في الفريق، ووقتها هيمضي وهو مبسوط. الزمالك بيدور على جناح أجنبي، والاسم اللي طالع حالياً هو يان ماتيوس البرازيلي اللي بيلعب في يوكوهاما مارينوس في اليابان. الصفقة ماشية، بس في شرط، لازم أحمد الجفالي يمشي إعارة الأول، وقتها ماتيوس ممكن يركب الطيارة ويجي على الزمالك، بس خلي بالك عقده هناك شغال لحد ديسمبر. آخر قصة معانا عن بيراميدز اللي ناوي يزود الحراسة بقوة، بيفاوضوا محمود جاد حارس المصري في صفقة ب30 مليون جنيه. الراجل لعب 31 ماتش الموسم اللي فات وطلع بشباك نظيفة 18